عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمتابعين الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف ايه ده. ف- يعني فرش عروسة بتاع شتاء. تمام، بما اننا بقى بنصفي في الشتاء وتصفيات الشتاء هلا وحاجات كده، فقلنا ايه نجيب قماش الدفايات بتاع الفرش السرير للشتاء. طبعا ده جاي من سوق، مش من محل خالص. فالأسعار بقى واو، يعني هي وصلت ل65 في المتر، لكن في حاجات جاية ب70 وفي حاجات جاية ب65 وكده. فتعالوا بقى نشوف ايه الحاجات دي. دي مفارش سرير، بس اللي هي دي الدفاية، نظام الدفاية. بس طبعا أشكال جميلة جدا جدا جدا. بصوا الدفاية وشها وده وش وده. بصوا دفاية السرير اللي انتوا عارفينها، بس احنا قلنا هنفصلها لان طبعا اسعارها بره باهظة، مع انها حتى في التصفيات بس الاسعار غالية جدا. فاحنا قلنا هننفذ بقى ليها طقمين كده، صيفي وشتوي، قصدي اطفال وكبير. فتعالوا اوريكم الاشكال ونشوفها مع بعض هنبقى نعملها ازاي. بصوا يا جماعة، ده اول شكل اهو. طبعا اعذروا على الكركبة اللي الواحد فيها، طبعا موسم شغل بقى، اعذرونا يعني. بصوا الشغل فيها كنار من فوق كده، وطبعا من النص زي ما انتم شايفين الشغل ده جميلة جدا جدا. الخامة فظيعة، وفي كنار من هنا كمان اهو. بصوا الخامة، بصوا الخامة عاملة ازاي. الخامة حلوة قوي قوي قوي. وده المتر ب70 جنيه. طبعا السرير بياخد 5 متر. فزي ما انتم شايفين ده شكل من الاشكال. استنى اوريكم بقية الاشكال. وده شكل تاني. بصوا اللون يا جماعة غامق عن كده. انا مش عارفة اجيب الدرجة خالص، بس اللون ايوه اهي. كل ما بعلى لفوق الدرجة بتظهر. تمام. بس هي الخامة بتاعتها حفر، وش وظهر برضو. بس الظهر عامل ازاي زي الفرو، بس جميلة جدا برضو. دي هقدر بقى الواحد يلعب فيها براحته، يعمل الشكل اللي هو عايزه. هتطلع تحفة بجد. طبعا اعذروني على الصوت لان انا لسه صاحية فكنت عايزة اعمل لكم الفيديو ده. بصوا شكلها عامل ازاي. طبعا دي برضو المتر هي جبناها ب70، بس هي دلوقتي وصلت ل65. المكان بقى مش هنا. انا ما شفتش هنا خالص في القاهرة، بس هو عامة في السادات المنوفية، يعني في سوق السادات اللي في المنوفية. بصوا الشكل. استنى اوريكم شكل تاني. بصوا الشكل ده كمان جميل قوي قوي، من الاشكال الراقية. والخامة حلوة، تلاقي هي حفر اصلا، حفر مع الشكل ده. اوريها لكم كلها. بصوا الشكل عامل ازاي. زوروا بصوا من فوق على لبني في كحلية من الحرف الأخير. بصوا عاملة ازاي. شايفين شكلها جميلة 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 بجد بجد تحفة. بصوا الظهر والوش. طبعا هي فيها حفر كده بس مختلفة قوي عن الباقي. فظيعة حلوة قوي قوي قوي. والخامة جميلة جدا. بصوا الخامة يعني مفيش كلام. التصفيات بتاعت الشتا دي بيطلع فيها حاجات ما بتلاقيهاش في الشتا نفسه. فبنحاول ان احنا على قد ما نقدر نجيب في التصفيات. برضو جبنا الترنجات والحاجات دي في التصفيات. والاسعار طبعا مهولة، ملاش دعوة باسعار اللي كانت في الشتاء ابدا. فده شكل، ده شكل. استنى بقى اوريك الشكل التاني. وده شكل تاني. هو ده احمر غامق سنة، مش زي ما في الصورة كده، بس عامة هو ليها كنار كده تحت. بصوا، والرسمة دي بس اللي في النص، هي دي شكلها بس الخامة بصوا عاملة ازاي. شايفين الخامة بطانية بجد والله تحفة. دي اصلا عشان عجبتنا وخامتها جميلة جدا، فراحت جاية جابت لونين، اللون ده واللون ده. هما طبعا قريبين من بعض بس مختلفين. ده هيبقى للسرير وده للسرير، لان هي عندها اوضة ضيوف غير اوضة الاطفال. يعني هتقدر انها توفق الموضوع ده. فشكلها تحفة بجد بجد. شكلها جميل جدا وخامتها حلو. وفي الفرش حاجة تانية خالص. طبعا كل الحاجات دي لما هتخلص انا هوريها لكم على القناة. فاللي مش مشترك لي بقى يحط لي الاشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد مني. ف ونكمل مع بعض. استنوني بقى في فرشهم على السرير
وهتبقى في الفرشه. اقول لكم بقى حسب كل شكل هنعمله ايه قصه مختلفه. تمام. استنوا بقى كده، خلاص احنا خلصنا الكبير. استنوا هوريكم بقى الاطفال وخامته التحفه. بصوا بقى، ده شكل الاطفال. بصوا ميكي وميمي، وشكلها من فوق اهو. طبعا الشكل ده موجود في كتير، في حاجات كتير، في ملايات، اصلا في ملايات الشكل ده. فهحاول ان انا اجيب لها الملايه تبقى يعني نفس طقم السرير، عشان تبقى الطقم ده بملايته. لان كمان بصوا الخامه بتاعتها، يعني هي دي خفيفه شويه مش تقيله زي الباقي. انا وقفت عشان الاذان كان بيأذن، فاستنوا بقى نرجع تاني لميكي. بصوا الخامة حفر كده من بره، بصوا حفر من قريب اهي. ماشي. الظهر بقى مش زي مش فرو برضو زي بقية التانيين، الظهر مختلف. دي الوحيدة اللي الظهر فيها مختلف، بس مش مشكلة، احنا عايزين اهم حاجة دي. انا عندي منها برضو، عندي منها انا شخصيا يعني البيت. فنحاول ان احنا نعمل فيها شغل كده ايه، نبقى نخليها منها دفاية ومنها ملاية سري. فهنشوف هنعمل فيها ايه برضو، وهصورها لكم وانزلها لكم يعني. من الحاجات طبعا، كل الحاجات دي بتنزل شورتس، اللي هي الصغيرة يعني الفيديوهات الصغيرة. فبخلص وبنزلها لكم شورتس، الشغل اللي بيخلص بنزله شورتس، عشان يعني ما ياخدش من وقتكم كتير. استنوا اوريكم بقى اخر حاجة معانا. آه يعني هما 2 اطفال بس، هوريكم الاطفال الباقية، خليكم معايا. ده اللون الاطفال اللي كان باقي، اخر حاجه دي اخر حاجه. بس عايزه اقول لكم ان حرفيا احلى خامه فيهم كلهم يعني. هي كلها خامات تحفه، بس دي اتقل خامه فيهم. بصوا هو فيها كنار كده من تحت، ده كنار اهو، شايفينه؟ فيها كنار كده هي. وهي رسم يعني مش حاسه فيها حاجه، اللون ما فيهوش حاجه، بس طبعا الخامه جميله قوي. فيعني مش حاسه فيها رسمه، مفيش غير الكلمه دي بس. والبوبي دوت، يعني اشكال كده، هي تقريبا بوبي بس يعني. فهي مش فيها حاجه، بس هوريها لكم برضو في الفرشه اما تخلص. بس ودي كانت اخر حاجه معايا. استنوني بقى، اللي ما عملش جرس، ما فعلش جرس، يفعل زر الجرس عشان يقابله يوصل له كل جديد مني، خصوصا لما اعملهم وانزلهم. عايزه تسالي على اي حاجه سيبي لي السؤال في التعليقات، وانا برد عليكي، حتى لو هضطر اني ارد عليكي في فيديو، يعني حتى لو هرد على تعليقك بفيديو عشان اوصل لك المعلومه زي ما انت عايزاها. عموما انا كده وصلت معاكم للاخر. شكرا جدا لمتابعتكم معايا، وشكرا لوجودكم في حياتي، شكرا لحاجات كتير، شكرا لكلامكم الجميل اللي بتدعموني بيه في التعليقات. آه يعني مش عارفه اقول لكم ايه بجد. اراكم بقى على خير في الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه اسالوا في التعليقات، وانا برد على اسئلتكم والله يعني. يمكن مش برد على الكلام اللي بيجيلي، بس برد على الاسئله، عشان بيبقى بحس انها واجب عليا شويه ان ارد عليها. شكرا مرة تانية لوجودكم في حياتي. أراكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.